السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا الأعزاء، وحلقة جديدة من برنامجكم الجميل يحكى أنه. وحلقة اليوم ستكون مميزة. لماذا يا موفق؟ لأن اسم البطل مميز جدا يا عبد السلام. بالتأكيد أصدقائي، فاسم البطل على اسم صحابي جليل، اسمه بلال، مثل الصحابي الجليل بلال ابن رباح رضي الله عنه. وطبعا يا أصدقاء اسم بلال منتشر في بلدنا جدا، تيمنا بجدنا الصحابي الجليل بلال، الذي هو من أرض الحبشة، والتي تعرف الآن ببلدنا الحبيب إريتريا. وتقول الحكاية أن هناك صياد اسمه بلال. هذا الصياد يعيش مع زوجته وأولاده، يعيشون في منزل صغير جدا وبسيط. هذا البيت قريب جدا من بحر النيل المعروف. وكان هذا الصياد بلال بسيط الحال، ويعمل يوميا من أجل رزقه، وكان دائما يتوكل على الله ويخرج صباحا، يذهب إلى نهر النيل ليصطاد السمك، ثم يذهب إلى السوق ليبيعه، ويشتري بثمنه طعاما له ولزوجته ولأبنائه. وفي يوم من الأيام استيقظ بلال على صوت بكاء شديد، فسأل زوجته: من الذي يبكي؟ قالت له: إنهم الأولاد. فقال لها: وما سبب بكائهم؟ قالت له: إنهم يبكون من شدة الجوع، فهم منذ الأمس لم يأكلوا لقمة واحدة. رد عليها بلال: إذن سأقوم فورا، وأتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأذهب لكي أصطاد السمك، ثم أبيعه في السوق وأشتري لكم طعاما إن شاء الله. أحضر صديقنا بلال شبكة الصيد وذهب لكي يصطاد السمك، وقال: بسم الله توكلنا على الله. ثم رمى الشبكة داخل الماء. انتظر بلال مدة قصيرة من الزمن، ثم قام بسحب الشبكة، فوجد فيها سمكة كبيرة. فرح الصياد بلال بهذه السمكة فرحة كبيرة، وقال: الحمد لله، هذه ستكون غالية الثمن. سوف أذهب سريعا إلى السوق لكي أبيعها. لابد أن الأولاد جائعون جدا. وبالفعل استطاع بلال أن يبيع السمكة، وكما قال: لقد كان سعرها مرتفعا جدا. فقال في نفسه: سأشتري طعاما لذيذا وشهيا، وسأعوض زوجتي وأولادي بسبب جوعهم منذ الأمس. وبالفعل اشترى ما لذ وطاب من الطعام، ثم اتجه في طريقه إلى المنزل. وبينما يسير في طريق العودة إلا وسمع صوت بكاء في أحد الأزقة. اتجه ناحية الصوت لينظر ما الخبر، إلا ورأى امرأة كبيرة في السن تبكي بكاء شديدا. فسألها بلال: لماذا تبكين أيتها الأم الفاضلة؟ قالت له: أبكي من شدة الجوع، لم آكل لقمة واحدة منذ يومين، وأولادي في البيت لم يأكلوا منذ الأمس، وأنا سيدة كبيرة في العمر، كنت أعمل في منزل لأسرة غنية، أنظف لهم المنزل وأطبخ لهم، وبالمقابل يعطونني بضع دنانير فأشتري لأولادي الطعام، لكنهم طردوني منذ الأمس، وقالوا لي أنك أصبحت كبيرة في السن ولا تستطيعين العمل جيدا، وبحثت عن أسرة حتى أعمل معها، لكنهم يقولون أني كبيرة في السن، فالآن أصبحت بلا عمل ولا أملك مالا لأشتري لأولادي الطعام. أصدقاؤنا المشاهدين، سنواصل في حكايتنا المشوقة، لكن بعد فاصل قصير، انتظرونا. مرحبا يا أصدقاء، عدنا لكم بعد الفاصل في برنامجكم الجميل يحكى أن، لنواصل في حكايتنا الجميلة والتي عنوانها العوض من الله. وبطل حكايتنا الصياد بلال. تفضل يا موفق. توقفنا مع شكوى الامرأة المسكينة وهي وأولادها الذين كانوا جائعين. نظر صديقنا بلال إلى المرأة الطيبة بكل حزن،
ثم أصبح يحدث نفسه متأثرا من حالها، وقال: زوجتي وأولادي يبكون من شدة الجوع. وهذه الأم المسكينة وهي وأولادها يبكون من شدة الجوع. يا إلهي، ما الذي سأفعله في هذا الموقف؟ فقرر أن يعطي الطعام للامرأة المسكينة وأولادها، وكان عنده يقين بأن الله سيعوضه خيرا. ذهب مع الامرأة العجوزة إلى بيتها وقام بتوصيل لها الطعام. وعرف مكان البيت الذي كان مثل بيته، بسيط جدا يتكون من غرفة واحدة فقط، وكان مبنيا من الخشب القديم والطين. شكرت الامرأة المسكينة صاحبنا الصياد بلال، ودعت له الله سبحانه وتعالى أن يعوضه خيرا. انطلق بلال إلى طريق العودة وهو يفكر، ويقول في نفسه: يا ترى ماذا سأقول لزوجتي وأولادي؟ وبينما هو في حالة من التفكير والشرود، إذا بصوت من خلفه يسلم عليه. توقف بلال وسلم عليه بكل أدب، فسأله الرجل: هل أنت بلال الصياد؟ أجابه صاحبنا: نعم، أنا هو الصياد بلال، تفضل. قال له الرجل: يا بلال، أنا تاجر متنقل، وكنت قد اقترضت من والدك مبلغا كبيرا جدا، وذلك قبل سنين طويلة، وقد ربحت كثيرا من هذه التجارة، لكن لما عدت من سفري علمت أن والدك قد مات. لكن علمت من الناس أيضا أن لديه ابنا صياد، وكنت طوال المدة السابقة أبحث عنك، وأخيرا قد وجدتك، والآن أريد أن أعطيك المال، فها هو المال كله لك، وأرجوك أن تسامحني على تأخير سداد الدين. شكره بلال على أمانته وأخذ منه المال وهو لا يصدق، وقال في نفسه: لقد عوضني الله خيرا. اشترى بلال طعاما شهيا لزوجته وأولاده، ثم قرر أن يتاجر بما معه من الأموال، فأصبح غنيا جدا وبنى بيتا جميلا. كما أنه لم ينسى الامرأة المسكينة، فقام بمساعدتها هي وأولادها، وكان أيضا لا ينسى مساعدة الفقراء والمساكين. انتهت حكايتنا الممتعة وكان فيها الكثير من الدروس، صحيح يا عبد السلام؟ بالتأكيد يا موفق، وأول هذه الدروس أن الرجل مسؤول عن أسرته. صحيح يا عبد السلام، لابد أن يوفر لهم الطعام واللباس والشراب والسكن، وأيضا لابد لنا من مساعدة الغير مهما قل. ورأينا كيف بلال ذهب إلى مكان الصوت، فقد سمع صوت بكاء شديد وذهب للمساعدة، وعندما وجد امرأة محتاجة قام بإعطائها الطعام، ونعلم أن الله سيعوضنا خيرا بسبب ذلك. وهذا ما حصل لصديقنا بلال بعد مساعدة السيدة. كما لا ننسى التوسيع على الأهل، فالمسلم إذا وسع الله عليه في الرزق قام هو بالتوسيع على أهله وأسرته. وأيضا لا ننسى نصيب الفقراء والمساكين، فيجب على المسلم إعطاء المال للفقراء والمساكين، ويتصدق عليهم من ماله حتى يبارك الله في رزقه. وماذا عنكم يا أصدقاء؟ ما الذي استفدتموه من هذه الحكاية؟ أرسلوا لنا تعليقاتكم ومشاركاتكم على رقم القناة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للشبكة. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم، على أمل أن نلقاكم في حكاية جديدة فيها الكثير من الدروس والعبر والفوائد. نترككم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.